المصري؟ معقول المصري انت هنا بلبنان؟ وأراك بأم عيني واقعا ليس خيال، كونك ويا سارة بمطعم امتلأ رجال، والناس من حولنا تدوس من قربها لنا ظلال، ابتسمي لقدوم يا شفاتي على أي حال، ولا تفضحيني يا نظراتي بعشقي لهذا الغزال، فليتني يا مصري التقينا بصحراء وجبال عن البشر جميعا لترى مني حسن الاستقبال، فإني أهد بمعول تعقلي رغبتي بالرجال، وأراك جئت بعضلاتك تزيدني إسلال، فكيف لا أحتضنك يا حبيبي كما رسمت لك إقبال، كما رسمت لك إقبال، وأذوب بين ذراعيك ذوبان، وينحدر فيك شوقي كسيل بين سهول وجبال، يا مصريا اخترتك أنت من دون الرجال، فهل تعذر تحرجي وعدم ارتمائي بالأحضان كصبية تعود ماءها أو كعودة ابن ضال؟ المصري بالحجاب ذكرني وإليه هداني، أيخشى على الرجال من فتنتي وبعض جمالي، أم أراد أن يختص به من دون الرجال؟ تقبرني حبيبي فكلي لك حبي وقلبي وكياني، فلا تخشى على حبيبتك من عيون تعاني شوقها للجمال الرائع والسحر النسواني، فإني أحفظ نفسي بتقوى الله سرا وإعلان، فاطمئن حبيبي وانتظر بعد الزواج حناني، فإني ما زلت أقتل نزعات من نفسي للبستان، يا حبيبا تروي كل يوم زهوري وجناني، فكم اشتقتك رفيقا وزوجي تأتيني بأحلامي، لكن اصبري، لكنني أصبر النفس بوعودك وعهودي العوالي، فكد أكثر حبيبي حتى تفوز وتمتلك بستاني، فكد أكثر حبيبي حتى تفوز وتمتلك بستاني، وتغرس من الحب ما شئت زهورا وأماني، ولا تغار حبيبي، لا تغار حبيبي أصدقاء أعاملهم باحترامي، فقد غفرت لك رسالتك إلى صديقتك فلا تبالي، وأدعو الله أن يعينك في غربتك وسلامي إليك حبيب، فإني لعودتك اليوم أشتاق بانتظاري. كلمات الشاعر محمد البستاني.